لونين الحارس اللي بان في هذا الموسم واللي كيتعتبر من احسن الحراس في هذا الموسم. لونين البدايه تاعو كان مهاجم وماشي حارس، وهاد المعلومه متاكد باللي بزاف ما كانش كيعرفها. لونين في عمره حاليا 25 سنه، يعني غادي يبقى يلعب 10 سنين في اعلى المستوى. لونين بدا المسيره الكرويه تاعو ملي بدا مع فريق ميتاليس خاركيف. ما ديوش على السميات تاع النوادي الاوكرانيه، فنقدر نكون غلط فيهم حيت السميات عندهم معقدين بزاف. المهم من بعد 3 سنين هو في هذا النادي غادي ينتقل لفريق دينيبرو بيتروفيسك، ناري على سميات عندهم. المهم لعب معاهم موسم واحد ومن بعد غادي ينتقل لفريق زوريا لوهانسك. المهم لونين مع هذا الفريق غادي يتالق وغادي يدوز معاهم موسم واحد اللي يقدر يدير معاهم 10 الكلينشيت. هذا الرقم اللي كبير بزاف مع هذا الفريق، وهنا الاسم ديالو بدا كيرتبط بفريق ريال مدريد. وداك الشيء اللي وقع نيت ريال مدريد كانوا بصح مهتمين به، وفي الاخير غادي يشريو العقد تاعو. هذا الشيء كان في سنه 2018، ومدريد في ديك الوقيته كانوا كيشوفوا هو الحارس الثالث في الفريق، وبشويه بشويه ياخذ الفرصه تاعو. وفي اول موسم ليه مع الفريق لعب 6 المباريات، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يمشي اعاره لفريق ليغانيس الاسباني اللي لعب معاهم 7 المباريات ودار معاهم 3 الكلينشيت. ومن بعد ما دوز معاهم داك الموسم غادي يمشي اعاره من جديد لفريق بلد الوليد. وكيف غادي تسالي ليه ديك الاعاره؟ غادي يمشي اعاره اخرى، وهذه المره غادي يمشي الريال اوفيدو اللي غادي يلعب معاهم 20 مباراه وغادي يدير معاهم 6 الكلينشيت. وهنايا ريال مدريد غادي يقرروا يخليوه في الفريق ولكن كحارس ثالث. ولكن في هذا الموسم كورتوا غادي يتصاب، وهنا كارلو ما كانش كيطيق في لونين وغادي يمشي يجيب كيبا مع تشيلسي، ولكن حتى هو غادي يتصاب. هنا كارلو ما كانش عنده شي حل اخر من غير يدخل لونين، ولكن تالق في هذه المباراه بشكل كبير. ومن هنايا غادي تبدا البدايه تاع لونين مع ريال مدريد، وغادي يبين الموهبه الكبيره اللي عنده، ودار بدايه زوينه مع الريال ودار معهم مباريات اللي كبيره. وفي 23 مباراه قدر يحافظ على الشباك تاعو في 10 المباريات منهم، ودار تصديات خياليه في مباريات الابطال، وكان عنده فضل كبير باش ريال مدريد تأهل نصف النهائي. وبين باللي هو حارس كبير وممكن الفريق يعول عليه في المستقبل. لونين مع المنتخب الاوكراني لعب في جميع الفئات السنيه حتى المنتخب الاول، وديما كان كيتالق مع المنتخب الاوكراني. ومن بعد الموسم الاسطوري لونين في نهاية الموسم غادي يكون عنده تحدي كبير، لا هو لا إدارة فريق ريال مدريد، حيت كيف كتعرفوا لونين كيلعب رسمي في الريال حيت كورتوا مصاب، وباينه فاش غادي يرجع كورتوا غادي يرجع هو الحارس الاول للفريق. ومن المستحيل كورتوا يقبل يكون هو الحارس الثاني في فريق ريال مدريد، وهذا الشيء اللي حتى لونين ما غاديش يقبله، بالخصوص من بعد هذا الموسم الخرافي اللي دار مع الفريق. واخا قله المباريات اللي شارك فيهم الا انه قدم مستوى واعر ودار تصديات اللي خرافيه. والسؤال هنا نهايه الموسم ريال مدريد شكون غادي تختار؟ واش غادي تختار لونين للمستقبل ويبدا الرحله تاعو كحارس اساسي لريال مدريد من الموسم الجاي؟ وهذا الشيء كيعني غادي يتخلاو على كورتوا ولا غادي يبقى الحال كيف ما هو وكورتوا هو الحارس الاساسي للفريق؟ يعني لونين غادي يرجع مره اخرى للاحتياط. ولكن السؤال واش لونين غادي يتقبل هذا الشيء ويصبر ويرجع مره اخرى للاحتياط ولا غادي يرفض؟ هادشي فكرني في مارتينيز مع ارسنال فاش لعب معهم اساسي ملي تصاب الحارس تاعهم. مارتينيز كربح 2 البطولات مع الفريق، ولكن كيف رجع الحارس الاول المدرب شد مارتينيز ورجع مره اخرى للاحتياط. هادشي اللي ما قبلوش مارتينيز، وفي ديك الساعه خرج من الفريق ومشى نيشان لاستون فيلا. واش هادشي ممكن يوقع مع مدريد ولا لا؟ ودابا السؤال لكم نتوما، شكون كتفضلوا واش لونين ولا كورتوا؟ مع العلم كورتوا عنده تجربه كبيره، ولكن لونين للمستقبل. هذا السؤال غير الجماهير مدريد اللي تفرجوا فيهم بجوج، شكون اللي كيبان لكم خاصو يكون هو الحارس الاساسي في الموسم الجاي؟ هادشي اللي كان الاصدقاء، كان معكم زوير صامد. ديروا واحد اللايك، ديروا فولو، بارطاجيو الفيديو وقولوا لي اش من موضوع بغيتو ندوي عليه في الحلقه الجايه. هادشي اللي كان، تهلاو.